يا مساء الورد. اليوم بإذن الله تعالى بسوي معاكم صدور الدجاج مع الصوص ومع الرز وأدخلها على الفرن. تطلع معاكم وصفة مرة لذيذة وشهية. نشوف طريقتها مع بعض. في البداية أحمس البصل والفلفل الأحمر الحار طبعا على حسب الرغبة لغاية ما يبدأ يذبل معنا. بعد كده أضيف لها الدجاج مكعبات، قطعتها على شكل مكعبات، وأبدأ أحمسهم لغاية ما تطلع مويتها وتنشف. هنا أضيف عندي تشكيلة البهارات وأضيف لها الثوم وأضيف لها معجون الطماطم وأتركهم يطبخون. وبعد كده أضيف لهم كوب من الموية وأترك الدجاج يطبخ إلى غاية ما يستوي معنا. بس يستوي الدجاج أضيف عندي الفلفل الرومي والجزر وأضيف له كمان كمية من الموية لأن عندي صار ناشف إلى غاية ما يبدأ يستوي عندي المكونات. وبعدها أضيف من كريمة الطبخ حوالي كوب من كريمة الطبخ وأحمسهم شوية وبعد كده أطفي عليهم وأتركهم على جنب. نجي لمرحلة التجميع. عندي هنا أنا طبخة رز، طبخ عادي، أحطها في صينية البايركس اللي بدخل الفرن، وبعدين أرص عليها الدجاج مع الصوص اللي معانا، وآخر شيء أبدأ أحط عليها من الكريمة الطبخ اللي عندي، وآخر شيء أضيف لها من جبنة الموتزاريلا وأدخلها الفرن على درجة حرارة 170 فقط، بس شوية من تحت، وبعدين أشغل عليها من فوق تستوي وتتقمر، أنزلها وتكون معانا جاهزة. وبعد ما استوت نزلتها وقدمتها، وهني وعافية. وصفة مرة لذيذة بالعافية.